المركزي المصري نزل الفايدة ب1%، بعد ما كانت الفايدة 2021 بقى دلوقتي 19-20، يعني الفايدة نزلت ب1%، أو زي ما بيسموها 100 نقطة أساس. وده معناه إيه؟ ده معناه إن المركزي شايف إن التضخم فعلا في مصر بيقل، وعشان كده هو عمال ينزل الفايدة، ومفروض بما إن الفايدة نزلت تبدأ حركة السوق تتحرك أكتر وأكتر. بس في نقطة أنتوا مش واخدين بالكم منها، ان الدولار كمان في البنك عمال ينزل، يعني بدل ما كان واقف فوق ال47 احنا كسرنا ال47 وبنتكلم في 46.80 46.90، ودي كلها علامات بتدل على تحسن جامد جدا في الاقتصاد المصري. كل ده الدولار عمال يقل والفايدة عمالة تقل والذهب عمال بيزيد واخد في وشه. هيرد عليا واحد يقول لي الذهب عمال ينزل واليومين دول عمال ينزل. ايوه ده نزول تصحيحي، انما الذهب كده كده هيزيد. وانا مش بقول لك الكلام ده عشان انا بتاع ذهب، كل البنوك المركزيه والبنوك العالميه والخبراء اللي بيتابعوا الذهب بيقول لك الذهب البورصه العالميه بتاعته هتكسر ال$6000 للأونصة الواحده. احنا بنكلمكم واحنا دلوقتي عند $5000 للأونصة الواحده. الذهب كده كده هيزيد وهيسافر. الناس اللي فكت الودايع بتاعتها الحق اربطها ذهب، الذهب هيعمل لك مكسب اخر السنه باكتر بكتير من الودايع. وبس كده، اكتبوا لنا في الكومنتس تشتروا ذهب ولا تربطوا ودايع. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.